الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، عشر في العشر، السادس من هذه العشر المباركات، ومن هذه العشر الأعمال الفاضلات في هذه الأيام الفاضلة يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ ذلك اليوم العظيم الذي يتنزل فيه الجبار سبحانه وتعالى فيدنو من عباده ويغفر لهم ويعتقهم من النار سبحانه وتعالى. ذلك اليوم الذي تقضى فيه الحاجات وتستجاب فيه الدعوات وتفرج فيه الكربات. هذا اليوم هو ليس خاصا بالحجاج، وليس خاص بالذين وقفوا على عرفة، فأولئك قد نالوا فضلا عظيما، ولكن فضل الله جل وعلا واسع. فهذا اليوم شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل صيامه أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والله إنها لحسرة أن يفوت الإنسان صيام هذا اليوم. يوم واحد يكفر لك به ذنوب سنة ماضية وذنوب السنة القادمة. أجر عظيم وثواب جزيل. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أي أفضل الدعاء وأحبه إلى الله جل وعلا وأقربه للإجابة هو دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من أفضل الذكر ومن أفضل الدعاء الذي يجب أن يحرص عليه العبد والمؤمن في يوم عرفة. ولذلك المؤمن في يوم عرفة ضع لهذا اليوم برنامج، حتى وإن لم تكن في عرفة. انقطع فيه في المسجد، أكثر فيه من تلاوة القرآن، أكثر فيه من الذكر، أكثر فيه من الدعاء. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وابن عمر وعمرو بن حريث وغيرهم من الصحابة كانوا ينقطعون عشية عرفة في مساجدهم فيذكرون الله جل وعلا ويدعون الله سبحانه وتعالى، حتى ظهر ما يسمى بالتعريف. وسئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال: فعله الصحابة، إنما هو دعاء وذكر لله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحبة، يجب علينا أن نحرص على هذا اليوم الذي هو غنيمة من غنائم هذه العشر المباركات، يوم عرفة. أعد له العدة واستعد، لا تجعل هذا اليوم يمضي عليك هكذا، بل انتهي من جميع المشاغل التي قد تشغلك قبل هذا اليوم، وتفرغ في هذا اليوم لعبادة الله جل وعلا. فما أجمل أن يجتمع فيه قراءة القرآن والصيام والصدقات والدعاء والتذلل والخوف والتقرب إلى الله جل وعلا. أن تجتمع هذه العبادات في يوم واحد، فهي بإذن الله جل وعلا أحرى إلى العتق وأحرى إلى القبول. بلغنا الله وإياكم العشر وأعاننا فيه على نيل كثير الثواب والأجر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت، وفي القلب أسعدت. اللهم ارزقنا وإياكم البركة في كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الأحد الصمد أن يرزقنا وإياكم بركته في بيوتنا وصحتنا وحياتنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا وجميع ما نملك. اللهم آمين. اللهم صل على نبينا محمد.